السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش، احنا بنقول عليه عيش الطاسه، لكن عشان احنا عاجنين كميه كبيره زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، فاحنا هنعمله في الفرن علشان الوقت بس. انما في الطبع اساسا احنا عملنا كميه كبيره علشان يعني ايه، اشخاص كتير هتاخد منه، لكن في الطبع احنا بنعمله في طبق بلاستيك صغير جدا على قد يوم، او يعني ايه لما نكون مستعجلين او كده. لكن هي اساسا اسمه عيش الطاسه، وبنعمله في الطاسه وبيتنفخ زيه زي العيش اللي بيبقى في الفرن بالظبط. اول حاجه احنا بنعمل العجينه بتبقى يابسه مش طريه زي العيش البلدي، بحيث ان احنا اصلا بنبطط العجينه بايدينا. بنقطع قطع، بصي زي ما انتي حابه، احنا بنكبرنا الرغيف ده علشان احنا هنحطه في الفرن. لكن لو انتي هتعمليه في الطاسه بتصغري العجينه شويه، وبعدين بنفرده بالنشاب، يعني بتسويه بايديكي كده وبعدين تعمليه بالنشاب. دخلت في الفيديو على طول ونسيت اقول لكم تصلوا على النبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. بالشكل ده بن... بنعمل العيش كله كمية كلها ونسيبها ترتاح، وفي الاخر بنحطها في الفرن. هي اسهل من العيش البلدي، لان انتي ما بتحتاجيش ان انتي ترحرحيه، لا على طول انتي بتفرديه بالنشابة وبتحطي كده وتروحي حطها في الفرن على طول. دي حاجة. تاني حاجة، اهو كده دخل الفرن وبقى كويس معانا. طريقة اللقط بتاعته بتبقى سهلة، مش صعب ولا حاجة، لان هو عيش يابس، يعني العجينة بتاعته مش طرية قوي زي العيش البلدي. بالشكل ده. بس ده لسه وشه مستوش، دخلنا الفرن تاني. طبعا احنا هو اسمه عيش الطاسة، بس احنا عملناه في الفرن عشان الكمية كانت كبيرة، وزي ما انتوا شايفين كنا بنحط 2 ب2 في الفرن، ما بياخدش وقت في الفرن زي على الطاسة. بس هو احنا بنعمله في طبق بلاستيك وبتبقى كمية قليلة. وده كده الكمية بتاعتي في الآخر. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.